سمو الامير عبد الرحمن بن ساعد رئيس نادي الهلال. سمو الامير، وانت داخل نظرت للجمهور بنظره اشبه ما تكون بنظره العتب سمو الامير، برغم ان المباراه تقام العصر. والله يا اخي شوف، احنا اليوم خميس يعني، انا حقيقه يعني اشكر من حضر، اشكرهم شكر جزيل وما قصروا، ولكن انه يعني انا ما ادري وش الرساله اللي يبغى يوصلها الجمهور في الرياض للاعبين. هل انتم تبغون الدوري ولا لا؟ اذا كان الفريق يقدم مستويات ومتصدر، يعني انا اعتب عتب المحب، يعني هل كنا نتوقع على الاقل انه يكون الملعب مليان؟ يعني انا يعني ممكن اللعيبه يكونون في ظروف سيئه والجمهور يحفزهم، مش الفائده ان احنا نلعب على ارضنا والملعب فاضي. انا الحقيقه عاتب جدا، يعني لو كان الفريق مثلا ما يقدم مستويات وما هو متصدر وفي لعيبه تمتع، كان اقول الجمهور معه حق ما يحضر يوم خميس والعصر وتشوف الملعب فاضي. الحقيقه هذا يمكن يعطي رساله خاطئه للاعبين، ولا قدر الله لو ضاعت نقطتين انا اعتقد الجمهور اللي ما حضر هو السبب. يمكن سمو الامير الاجواء الجميله خلت الناس تروح تكشت عاد ما يصدقوا يوم خميس. يا اخي يعني احنا في الجوله 14 ما بقى الا 8 جولات. الجمهور لازم يعبر لفريقه انه مهتم بالبطولات اللي يشارك فيها، اذا ما هم مهتمين ليش اللعيبه تحرق نفسها؟ سمو الامير، سؤال الاخير عن الهلال. سامي الجابر يتحدث ان جريتس من اكثر المباريات اللي يتخوف منها مباراه اليوم. والله طبعا هي مباراة صعبة، وانا عشان كذا هذا محل عتب يعني الوحدة فريق مرة جدا متطور. اذا ما كان الجمهور مليان ومؤثر على فريق الوحدة بانه هو يهاب الجمهور ويهاب ارض الهلال، فقدنا فرصة ان احنا نلعب على ارضنا. انا عشان كذا عتبان عتب شديد على جمهورنا، وارجو انهم يقبلون عتبي، هذا عتب المحب. احنا نشتغل ونتعب واللاعيبه يقدمون كل ما عندهم والجهاز التدريبي يقدم كل ما عنده، علشان مين؟ مو عشان اسعادهم. نتمنى بس على الاقل يردوا لنا، يعني يردوا للاعبين، مو بيردوا لنا احنا ما سوينا شيء، يردوا للاعبين جزء من اللي قاعدين يقدمونه. عشان كذا انا عتبان عتب شديد. رساله وصلت. شكرا جزيلا.